السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناة نورية. اليوم جبت لكم وصفة جديدة وبنينة بزاف تاع البيتزا بلاباط ماجيك ولا بالعجينة السحرية. باش نحضروا هذه البيتزا لازم اولا نبداو بتحضير لاصوص طوماط. باش نحضروا لاصوص لازم لنا 3 حبات طماطيش، حبة بصل، 4 سنينات ثوم، زوج وريقات رند، زعترة ولي زيبيس. عندنا فلفل الاسود وفلفل العكري والملح. نبداو اولا نحو القشره تاع الطماطيش ونقطعوها حبه على زوج، بلا ما تكسري راسك، بلا ما تتعبي، يعني طريقه سهله جدا. فوالا، نقو كامل الطماطيش. بصله تقطعي حبه على 4 ولا على 6. زيدي سنينة ثوم وريقة رند وزعترة، واخيرا تزيدي لي زيبيس. عندنا في الاسود في العكري والملح. ثم ديري الزيت، ديري 3 مغارف زيت، وتزيدي كاس ماء. فوالا، تغلقي لا طنجرة وتحطيها طيب مدة 30 دقيقة ولا 40 دقيقة، وبعد نكملو الماء من بعد. نكملو واش نديرو. الان نحضروا العجينة تاعنا لاباط ماجيك. لازم لنا 2 كيسان فرينة، كاس ماء، 4 كاس زيت، مغرفة كبيرة سكر، مغرفة كبيرة خميرة الفورية، ومغرفة صغيرة ملح. نبداو التحضير. نديرو الكاس تاع الفرينة، كاس واحد برك، الاخر من بعد نكملوه. نزيدو كاس ماء، الماء لازم يكون تياد، يكون تياد. نزيدو الملح، السكر والخميرة. هذه المرحلة الأولى نخلطوها بالفوي ولا بالمغرف، نخلطوها مليح. ثم غطيها ببابي فيلم ونخلوها تخمر لمدة 10 دقائق فقط. هذه هي لاباط ماجيك. خلوها تخمر. في هذا الوقت احنا نحضروا اللحم المفروم. لازم لنا حليبه بصل قطعناها صغيره، وشويه لحم مفروم حسب افراد العائله تاعك. وعندنا لي زيبيس، عندنا فلفل اسود والملح. نديرو مقله، نديريها شويه زيت، ونديرو البصل يتقلى، نخلوه يتقلى شويه، نارها تقلى. الان نزيدو اللحم. فوالا، زدناه، نخلوه يتقلى معاه شويه حتى يطيب. ورانا نخلطو يعني بلا ما نحبسو. ثم نضيف كي طاب شويه اللحم نديرو له فلفل الكحل وفلفل الاسود والملح. فوالا، هنا راه طاب، طفوا عليه النار. في هذا الوقت تكون لاصوص طابت. نحو لها اوراق الرند ونطحنوها. انا عندي مكسوره بغا، هي طحنيها كما حبيتي بالبلاندر ولا واش عندك. فوالا، هاي طحناها، خلوها تبرد. هذاك الوقت تكون 10 دقائق جازو تاع الخميره تاع لاباط تاعنا. نحو بابي فيلم ونكملوا تحضير العجينه.
هذا الوقت نخلطوا هذيك الفقاعات كما خمرت. الان نزيدوا لها كاس فارينه اللي كنا ذكرناه من الاول، نزيدوا لها نخلطوها معها مع بعض. نزيدوا الزيت، قلنا 4 كاس زيت. تخلطيها مليح بالمغرفه، شغل تضربيها، شو تخدميها مليح ولا تحصلي على عجينه طريه بزاف. هذا هو السر تاع البيتزا تاع اليوم، اللي تجي طريه وتجي بنينه وخفيفه. بون تكون نيتيا صوفي وديتي او رشيتي البلون طرافاي تاعك بالفارينه باش مسكو تلصق بزاف، عجينه طريه من الفوق ومن التحت. ديري لها الفارينه وعجنيها وحليها بالحلال. فوالا حليها بالحلال. فوالا رديها وديريها في السنيوه. السنيوه تكوني من الاول تكوني تهنتيها مليح بالزيت باسكو تلصق. فوالا حليها على حساب السنيوه اللي عندك. فوالا رانا حليناها العجينه. لهنا تكون لاصوص تكون بردت مع اللحم المفروم. ووجدنا الجبن مع الزيتون الاسود. الان نفرغوا لاصوص طوماط. هذه لاصوص الطوماط تاعي انا ما درتلهاش تخصها لونها يعني مش احمر، انا ما درتلهاش معجون طماطم. انا ما نديرش معجون طماطم. تزيدي لها نتيا مغرفه الا حبيتي تجيك اللون احمر، انا هكا نحبها. وزيدوا اللحم المفروم. فوالا دوكا نزيدوا الجبن المبشور. ديري كويير الا عندك، ولا شيدار، ولا فروماج روج، ولا رابيه. وديروا زيتوا الاكحل وديروها في الفور. ديروها طيب مده 10 دقائق في 220 درجه. هنا راهي طابت كي وجدتيها، راك تشوفي هنا الوجده خرجت هايله وبنينه بزاف صدقيني. ان شاء الله تكون عجبكم الفيديو وعجبتكم هذه الوصفه. جربوها ورجعوا لي جوابكم. سلام.